السلام عليكم يا احلى متابعين. بنبدا كلامنا بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بنعمله. فيلمنا بيتكلم عن حياه طفل عنده 12 سنه اسمه لويس، وحيد جدا لان محدش عايز يكون صاحبه، بس هو بيعيش مع باباه. الفيلم بيبتدي بباص المدرسه اللي راجع من اجازه، وبنشوف الباص أطفال مشاغبين مع أهلهم، ولما وصلوا المدرسة كل واحد مستني ابنه يخرج من المدرسة ما عدا لويس، وبيسألوا المدير ليه أنت مفيش حد من أهلك بيجي ياخدك من المدرسة. لويس بيرد إن باباه مشغول في البحث اللي بيعمله عن الكائنات الفضائية، وبيرجع لويس لبيته ويشوف جاره بيتريق على بيته المهمل. لويس بيتجاهل كلام جاره وبيدخل أوضته ويوقع كل الأجهزة على الأرض، وفجأة باباه بيصحى من النوم وبيلاقي ابنه رجع البيت وبيرجع ينشغل عنه في حياته، وبيشوف لويس البيت مش مرتب وينظف البيت وبيعمل كيكة لعيد ميلاده لبكرة، وبيعمل الفطار لباباه بنفسه اللي بيلاقيه بيشوف السما بالتلسكوب بتاعه. لويس بيقول لباباه انه لقى الفواتير كتيرة وهو بينظف البيت، وبرضه باباه مش بيهتم بكلامه وبيقول له انه شايف حياة في الفضاء عايز يدرسها ويثبتها، وبيقول له كمان انه شاف فضائي وهو صغير وكان عايز يخطفه، ولما قال كده للناس محدش صدقه، ما كانش قادر يثبت لهم. وبيلاقي لويس رسم بياني لتسجيل صوتي باباه مسجله امبارح وهما بيتكلموا. باباه شاف كائنات فضائية في الشباك وطلع في الشارع وفضل يقول للناس بصوت عالي انه شاف الكائنات الفضائية، واخدوا حذرهم. وبعد ما لقوا الكائنات اكتشفوا ان دي اولاد الشارع ولابسين ماسك بتاع كائنات فضائية، وجاره بيقول ان ابو لويس دايما مهووس انه يطلع الفضاء، وتظهر سفينة فضائية كبيرة عليها مجموعة من الكائنات الفضائية اللي بيتفرجوا على الارض من فوق. بنشوف هناك 3 كائنات فضائية هم جيند موك وابو اللي مشغول بتغيير اشارات التلفزيون واللي بيعرض اعلان عن سرير التدليك، وبينبهروا بالمنتج. قرروا ينزلوا الارض علشان يشتروه، كانوا متحمسين انهم يجيبوا المنتج علشان يلعبوا مع بعض هنا، استعدوا علشان ينزلوا الارض. وبنشوف جينيت مش حابب ينزل معاهم لكن بتروح معاهم علشان ما تفضلش لوحدها. في المدرسة بنشوف لويس معاه كيكة بتاعة عيد ميلاده علشان يديها جينيفر زميلته في المدرسة، لكن بيرخم عليه واحد صاحبه بياكلها منه، وبعد كده أصحابه بيدخلوه جوه صندوق الزبالة. وبتشوف جينيفر وهو جوه الصندوق، وكمان كانت عايزة تساعده لكن هو مرضيش وفضل يحاول يطلع من الصندوق. وبنشوف مدير المدرسة اللي بيقول لهم انه وصل لهم بلاغ من الجيران انه عايش مع باباه المجنون، كان هو بيرفض وبيعيط، وبيقول لهم ان باباه كويس ومش عايز يسيبه. بيتجاهلوا كلامه وبيقنعوه انهم عارفين مصلحته اكتر منه. وبيروح لويس لبيته بيحاول يصحي باباه من النوم علشان يروح معاه المدرسة، بيحكي له اللي حصل وان الرعاية هتاخده منه، لكن باباه بيتجاهله زي كل مرة وبيكمل نوم تاني وبيحس بخيبة امل. فجأة بيسمع جرس الاشعارات بتاع باباه وبيشوف من الشباك سفينة فضائية طايرة فوق بيته، وبتقع السفينة جنب شجرة عند بيتهم، وبيجري لويس علشان يشوفها. بيلاقي فيها 3 كائنات فضائية. هنا بيتأكد ان باباه فعلا عنده حق ومش مجنون زي ما الجيران وكل الناس بتقول عليه. بيحاول لويس يقرب منهم من غير ما يشوفوه، بس بياخدوا بالهم منه وبيجري خايف منهم لكن بيفشل. وبيطمنوا بابو انهم مش هيأذوه، بيقول له انهم عايزين سرير النوبي دوبي. وهنا بيكتشف لويس انهم طيبين مش زي ما كان فاكرهم، انهم مرعبين. بيطلب منهم يخبوا السفينه بتاعتهم في مكان علشان محدش يعرفه. وهم خارجين بيشوفوا الراجل والست وينتر وبيفضلوا مراقبينهم لحد ما يمشوا، ويدخلوا بعدهم علشان يتفرجوا على التلفزيون. لويس بيحاول انه يمنعهم بس بيفشل في ده، وبيروح جري علشان يصحي باباه ويحكي له اللي بيحصل. كان متحمس يعرف رد فعله لما يعرف ان في فضائيين، وبيتصدم من رد باباه انه هيقتلهم، لكن لويس بيقول له ان الفضائيين دول لطاف قوي. فجأة لويس بيسمع صوت جرس الجهاز بتاع باباه تاني، فبيجري عليه بسرعة علشان يوقفه قبل ما باباه ياخد باله. بيفشل وبيخبيه جوه الدولاب اللي في الصالة. نسمع صوت جرس تليفون البيت، بيرد لويس على التليفون وبيطلع مدير المدرسة اللي بيتصل علشان يفكره بميعاد الساعة 3. وهنا لويس بيحاول يقلد صوت باباه وده علشان يلغي الميعاد مع المدير، بس المدير بيفهم ان اللي بيكلمه لويس مش باباه، وبيقول له ان هيجي بعد تلت ساعة. لو لقى اي نوع من الفوضى هتتسحب وصية لويس من باباه. وفي نفس الوقت بنشوف وابو وماموك وجيند بيتفرجوا على التلفزيون عند الجيران وبيتفرجوا على اعلان السرير، وبيجي لويس عندهم وبيقول لهم انه يطلبوا اخر سرير، وبيفرحوا قوي وبيقولوا لويس انه يقدر يطلب منهم اي حاجه هو محتاجها هيساعدوه فيها. بيسمعوا صوت باب بيتقفل وبيخافوا وبيجروا يستخبوا. بتدخل فالنتينا علشان تنظف البيت، بيحاولوا يخرجوا من وراها لكن هي بتحس بيهم، بتحاول تشوف ايه الصوت ده لكن هم بيجروا علشان يستخبوا في الحمام. وبيستخبى وابو ورا الكنبه. هناك بيلاقوا فرشه شعر الرجل والست وينتر وبياكلوا الشعر اللي في الفرشه. وبتدخل فالنتينا فجاه عليهم لكن بنشوف وامو وجينيد تحولوا لشكل الراجل والست وينتر وبيتكلموا مع لويس. بتسالهم فالنتينا ايه اللي بيحصل، حاول وابو يقرب منها ويتكلم معاها لكن هي بتضربه بالمقشه وبيرجع لشكله الطبيعي. لما بتشوف فالنتينا على حقيقته بيغمى عليها من الخضه، وبيرن تليفون مارلون وهو قاعد في اوضته بيكلم صاحبه علشان يعدي عليه ويخرجوا سوا، لكن اول ما بينزل بيلاقي ان فالنتينا مرميه على الارض ولويس مستخبي ورا الستاره، وبيبص وراه مش بيلاقي فالنتينا في مكانها. وفجاه بيلاقي ماموك وجينيد بيفتكرهم باباه ومامته، والاب بياخد شعر من فالنتينا وبيتحول لشكلها. وبيلاحظ مارلون ان في حاجه غريبه بتحصل، وبياخدوه ماموك وبيحبسوا في اوضته وبيعاقبه. بعد كده بنشوف
شايفهم كل واحد راجع لشكله الطبيعي، وبيبص لويس للساعه بيلاقيها 3 فبيجري بسرعه يروح لبيته، وبيروحوا وراه وبيحاولوا يلاقوا حجه علشان ما يروحش للمدير، وبيقول لهم لويس انه عنده حل، وبياخد شعره من باباه وبيشيل اليافطه بتاعه البيت واسم باباه وبيحط اليافطه على بيت الراجل اللي اسمه وينتر، وبيحاول اسم وظيفه باباه من خبير فضائيات لدكتور مسالك بوليه، وبيدي الشعر بتاع باباه لمامك علشان يتحول لباباه، وبيتحول وابر وجند لفالنتينا. وبنشوف المدير وهو جاي ومعاه ناظر الدار وبيستقبلهم مامك على اساس انه باباه، وهم قاعدين فجاه بيتكلموا بيسمعوا صوت جاي من فوق، لكن بسرعه بيرد مامك ولويس ان ده صوت جرس المنبه، لكن نظره الدار بتبص لهم باستغراب وبتقول لهم ازاي المنبه يرن الساعه 3:30 الظهر. هنا بينادي بابو على فالنتينا علشان تطفي المنبه اللي هم مامك وجند، وبيطلعوا يحذروا مارلون انه يسكت وما يطلعش صوت، وبتقول نظره الدار للويس انها عايزه تشوف اوضته. هنا بيدور لويس على اي اوضه يدخلها وبيلاقي اوضه ساره اخت مارلون، وبيدخلها وبيدخلوا كلهم، وبتفتح النظره الدولاب بتلاقي هدوم بنات. تسال لويس ايه اللي بيحصل بالظبط هنا. لويس بيقول لها ان دي اوضته وان باباه وعده هيعمل له اوضه لوحده، ولحد ما ده يحصل هو بيقعد مع اخته الصغيره، وبدا يقول حاجات كويسه عن باباه مش بتحصل، والمدير بيصدق كلامه، لكن النظره بتفضل مع احساسها ان في حاجه غريبه بتحصل. بنشوف باباه بيحلم بكائنات فضائيه بتجري وراه وبيكون خايف جدا، وبيصحى مخنوق من ريحه دخان حواليه، وبيبص حواليه بيلاقي جهاز الاستشعار بتاعه ولع واتحرق، وفجاه بيطلع من البيت وبيزعق وبيقول ان الفضائيين نزلوا الارض وهم هنا، وبتصدم لويس من اللي حصل وبيهرب هو والكائنات الفضائيه وبيستخبوا في عماره عند المدرسه بتاعته، والعماره دي بتكون تحت الارض، لكن المدير والنظره بيجروا وراهم، لكن لويس ومامك وجند وابو بيجروا يستخبوا، وبيطلعوا من بلاعه في الشارع وبيدخلوا سوبر ماركت، وبيقترح لويس عليهم انه يروح معاهم السفينه بتاعتهم. بيوافق وابو ومامك، لكن بيرفض جند وبيقول ان ده هيسبب مشاكل، ولويس بيحاول يفهمه ان لو ما مشيش النظره هتاخده معاها دار الرعايه، وبيقتنع جند بكلامه. وهنا المدير والنظره بيدخلوا السوبر ماركت وبيفضلوا يدوروا على لويس والفضائيين، وبيلاقوهم، وقبل ما يمسكوهم بيدخلوا يستخبوا في كوافير ستات، وبيلاقي وابو وجند شعر مرمي على الارض وبنكروا في صوره ناس شغاله في الكوافير، وبيستخبى مامك ورا الستاره، لكن بيشوفوا المدير وبياخد منه شعره هو وبيدور عليه وبيتحول لشكله. هنا المدير بيحس كانه واقف قدام مرايه، وابو وجند بيبوظوا شعر النظره والمدير، وبيهربوا كلهم وبيجروا على المخزن، وبيركبوا كلهم سفينه فضائيه بتاعتهم علشان يطلعوا كلهم الفضاء، بس السفينه بتطلع بايظه وما بيحاولوا يشغلوها، وبيقترح عليهم لويس ان ما يقلقوش من حاجه، وان اوضه بابا فيها كل المستلزمات اللي ممكن يحتاجوها علشان يبعتوا اشاره للسفينه الفضائيه علشان تنزل تاخدهم، وبيبعت مامك اشاره للسفينه الفضائيه، وفي نفس الوقت لويس بيبعت رساله لبابا بيقول له انه مصدقه ان في فضائيين وانه رايح للفضاء معاهم، وبيرجع بابا بيشوف الجواب ولسه هيبدا يقراه بيسمع صوت عالي جاي من فوق، وبتوصل اشاره للويس والكائنات الفضائيه انهم لازم يكونوا في مكان فاضي علشان هيبعتوا لهم سفينه تاخدهم، ويسمعوا صوت حد طالع على السلم فبيجروا يستخبوا، وبيجي بابا لويس مش بيقدر يشوفهم، وبيسمع الباب بيخبط فبينزل يشوف مين، بيلاقي فالنتينا اللي بتقول له يلحقها علشان اكتشفت ان اللي كانوا مربوطين دول مش الراجل والست وينتر، الكائنات مريبه بيقدروا يتشكلوا باي شكل. هنا بيهرب لويس ومامك وابو وجند وبيركبوا عربيه وينتر، بس مامك ما بيعرفش يسوقها، بيفكر انهم يتشكلوا في شكل الراجل والست وينتر، وبيروحوا لمارلون بياخدوا معاهم علشان يسوقوا العربيه، وبيتفاجئ مارلون ان لويس راكب معاهم في العربيه، فبيقولوا له انهم حبوا لويس وبقى صاحبهم. بعد كده بنشوف ان الراجل والست وينتر ومعاهم بنتهم ساره الحقيقيين، وبينادي الاب على مارلون علشان يفهمهم ايه اللي بيحصل بالظبط، وبيرن جرس الباب وبنلاقي ان بابا لويس واقف قدام الباب ومعاه صحفيين، وبيقول لهم ان اكتشف جيرانه اللي طلعوا فضائيين مش بني ادمين، وفضل يضرب في الراجل والست وينتر علشان يرجعوا لحقيقتهم كائنات فضائيه من تاني. هنا الصحفيين بيكتشفوا ان الموضوع كله كذب، وفجاه بيظهر المدير والنظره وبيسالوهم على مكان لويس. هنا بيتكلم واحد من الجيران وبيقول ان شاف لويس وهو خارج مع عائله وينتر ومعاهم مارلون كان سايق العربيه، وبيرد عليه بابا لويس ان دول هم الفضائيين الحقيقيين، وبيركبوا كلهم عربيه البريد اللي وصلت بالمنتج اللي وابو ومامك وجيني طلبوه، والنظره بتسوق بيهم بسرعه علشان تلحقهم، وهم في العربيه بيقع الجواب من جيب بابا لويس وبيقراه وبيعرف ان لويس هيروح مع الفضائيين، وبتقرب عربيه البريد من لويس ومارلون بيستغرب ليه عربيه البريد ماشيه وراهم وايه سبب الرحله المفاجاه دي. هنا بيعترف لويس ان اللي موجودين معاه في العربيه كائنات فضائيه مش ابوه وامه، لكن مارلون مش بيصدقه. وبنشوف جينيفر صديقه لويس ومعاها صاحبتها بيخرجوا من شنطه العربيه، بتقول جينيفر ان كلام لويس حقيقي، وبرضه مارلون بيكون مش مصدق كلامهم لحد ما بيشوف وابو ومامك وجينيد على اشكالهم الحقيقيه، وبيوصلوا المكان وبيشوفوا سفينه الفضاء نازله من السماء وبيقربوا منها ويركبوا فيها. بيوصل بابا لويس وبيبص وراه بيلاقي بابا بيطلب منه يرجع معاهم ويسيبهم، لكن لويس بيرفض وبيقول انه دول صحابه وبيحبهم، وبيقول لبابا انه مش بيهتم بيه وبيحب شغله وبس، بيقول له ان لازم يهرب معاهم علشان لو فضل معاه هياخدوه في دار الرعايه. هنا بابا بيحاول يعترف ليه انه بيحبه قوي وبيطلب منه يديله فرصه تانية انهم يعيشوا حياه جميله مع بعض. وبيظهر فجاه بائع الايس كريم وبيقول لهم ان النظره اسمها الحقيقي انسه كشت وبتمتص دموع الاطفال علشان الدموع دي بتساوي فلوس كتيره، وبيقول لهم كمان انه مش بشر. وهنا بتتحول النظره لوحش كبير، وبيفتكر بابا ان دي اللي بتطلع له في الحلم وبتخوفه وهو صغير، وبيضربها لويس بمسدس التجميد بتاع بابا بس بيفشل وبيقع. وهنا بابا ومامك وجينيد بيتنكروا في شكله وبيجننوا النظره الشريره، وبكده
وبيقدر لويس انه يستخدم مسدس التجميد ويصيبها. وبنشوف بابا لويس بيعتذر له علشان يسامحه وبيقول لهم بقى يا الايس كريم ان النظره الشريره لازم تتقدم لمحاكمه، ولحد ما ده يحصل هتتخزن عنده في ثلاجه الايس كريم. وبيجي لهم المندوب بتاع البريد يدي لهم المنتج وبياخدها لويس وبيديها لوابو وماموك وجيند اللي بيفرحوا لما بيشوفوها وبيودعوا بعض. وبنشوف بابا لويس جايب له هديه عيد ميلاده العجله اللي كان نفسه فيها. في نفس الوقت وابو وماموك وجيند بيكونوا مبسوطين قوي بالمنتج الجديد. وكده يخلص فيلمنا النهارده. لو عجبكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل جديد بنعمله.